ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، تفعلوا زرار الجرس ترن عشان يوصلكم تنبيه واشعار بكل فيديو جديد ينزل. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض عصير راني بدل ما بنشتريه طبعا، ومش عارفه هو مقاطعه ولا لا بصراحه، بس تعالوا نعمله في البيت بطريقه سهله قوي وبسيطه. انا غسلت الخوخ كويس، فتعالوا بقى نحطه في ميه ونسلقه على النار. غسلت الخوخ كويس قوي بميه وخل خلاص، وشطفته كويس من الخل طبعا، وبعدين حطيته في ميه وادي الحله على النار. اول ما يبتدي يتسلق ويبقى طري هنطلعه ونسيبه يبرد شويه. تمام، تعالوا بقى نشوفه هو كده استوى ولا لسه. يعني هو طري شويه بس مش ما اتسلقش كويس. احنا عايزينه مسلوق كويس يعني عشان نعرف نقشره ويطلع طعمه كويس كمان. بصوا الميه لونها غير ازاي. بصوا بقى هو كده اتسلق. تعالوا ناخد واحدة واحدة نبردها تحت المية الجارية علشان نعمل عصير على طول. طبعا المية دي انتي ممكن لو غاسلة خوخ كويس زي كده تحطيها وتعملي العصير، بس انا عشان ما عنديش وقت ان انا اقعد استناه يسقع والمية بتغلي اوريدي، فانا مش هستخدم المية دي. بصوا القشرة بتتشال بسهولة ازاي عشان اتسلق. هنشيل القشرة كده خلاص. بصوا بقى هنطلع البذرة اللي هي من جوه دي، هي هتتشال بسهولة خالص لانه مسلوق ما شاء الله كويس قوي. وعايزين نشيل يعني كام قطعة وهي مسلوقة كده قبل ما نحطهم في الخلاط. بصوا بقى انا شلت كام قطعة مسلوقة كده ومش محتاجين سكينة او حاجة عشان نقطعهم قطع عشان تبقى نحطها جوه العصير لما نعمله. تمام، اللي هو بيبقى القطع اللي احنا بناكلها عادي في العصير دي. فتعالوا نقطعها كده اهي. ده شكله بعد ما قشرناه، وهنحط له حبة سكر. يلا فقرة الدوشة. بصوا بقى هنا حطينا الخوخ اللي احنا قطعناه، اللي هي المكعبات الصغيرة خلاص، اللي هو كان مسلوق خلاص. وعصير الخوخ ضربناه في الخلاط بعد ما حطينا له ميه. ممكن تعملوه قوام اخف من كده براحتك، يعني مش هيقول لا. عايزه اقول لكم احنا كده عملنا عصير راني في البيت، طعمه تحفه جدا في الحر دوت، وطريقته سهله وبسيطه. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه، تفعلي زرار الجرس ترن عشان يوصلك تنبيه واشعار بكل فيديو جديد ينزل، وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لي دعوه حلوه.